انا اشتريت عربيه BMW من سلندر. كل حاجه كانت سهله سريعه لذيذه مواكبه قوي للتطور اللي حاصل. انا احمد عاطف ودي كانت تجربتي مع سلندر. انا اسمي احمد عاطف، انا دكتور في الجامعه وعندي شركه فيديو برودكشن وماركتنج. عندي خبرة في سوق المستعمل بس مش مع شركات زي سلندر، يعني كان مع أفراد. يعني بدخل على ويب سايتس أشوف العربية اللي عجباني، أبيع عربيتي، أشتري العربية اللي أنا عايزها، بس ما كانش عندي حاجة اكسبيرينس شبه ويب سايت سلندر. تجربتي بره سلندر كانت مليانه تفاصيل. يعني عادي جدا ان اروح اشوف عربيه فحد يبقى كاتب فابريكا وهي مقلوبه، ماشيه كذا وهي مغيره عداد. دفعت فلوس كتير قوي في كشف العربيات، انا بهتم ان اكتشف كويس، وفي الاخر كنت بلاقي، بس كنت باخد وقت كبير لحد ما بلاقي عربيه كويسه. عرفت سلندر وانا بدور على عربيات، فكان بيطلع لي اعلان لسلندر، فشفتها مرة، عديتها، شفتها تاني، عديتها، بعد كده دخلت شفتها، فمن هنا بدأت أعرفها. عملت داونلود للأبليكيشن والويب سايت، دخلت عليه، فبدأت أتعرف عليها كده. فكانت البداية سوشيال ميديا and then I went through الويب سايت والأبليكيشن. يعني تجربتي في الشراء مع سلندر إن أنا اشتريت في يوم واحد. انا كان عندي نية الشراء بس ما كنتش عارف هشتري من سلندر ولا لا، لاني انا كنت جاي اشوف العربيه وجاي اشوف الشركه، فما كنتش جاي اشوف حاجه واحده بس، فانا كنت بفكر في الناحيتين. الموديول اقنعني وعجبني، نفذت الشراء وانا قاعد في نفس اليوم. اللي اقنعني ان انا اشتري الحقيقه ان اللي كان مكتوب لقيته بالظبط، فده كان اول حاجه بالنسبه لي، مصدر ثقه. خدمه ما بعد البيع دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا، كمان مريحه جدا. فكره ان انا كمان مش هضطر اروح الشهر العقاري. الموديول كله على بعضه بيسهل البروسيس بتاعت البيع والشراء، كأنك رايح تجيب تي شيرت، فالموضوع سهل. فكل ده بالنسبة لي من الحاجات اللي أقنعتني بسلندر. الخطوات إن أنا كنت أول حاجة أدخل على الأبليكيشن وأختار العربية، وكل عربية بختار لها ميعاد. شفت عربيتين الحقيقة بس، وعجبتني واحدة فيهم أكتر من التانية. لما نفذت كله كان عن طريق الأبليكيشن وأنا قاعد، يعني كان معايا المهندس وخلصت كل الحاجات عن طريق الموبايل وأنا قاعد، ودي كانت حاجة بالنسبة لي مبهرة جدا. العربيات كانت قد التوقع، يعني لاني كل التفاصيل كانت مكتوبة. في تفاصيل لما كانت مكتوبة ما كنتش متخيلها على الواقع هتبقى عاملة ازاي، وفي تفاصيل كنت متخيلها. فإلى حد كبير جدا جدا اللي كان مكتوب كان بيوافق الواقع. يعني العملية خدت يومين، يوم ان انا عملت فيه الاجراءات او اللي انا جيت شفت فيه العربية واخترتها، وتاني يوم اللي نفذت وعملت كل الاوراق واستلمت فيه العربية. من الحاجات اللذيذة ان انا قابلتها هنا ان كان ممكن اشتري كاش وممكن اشتري قسط بطرق مختلفة، وحتى ده ما كانش بياخد وقت كبير. فكرة 90 يوم ضمان دي كانت حاجة مريحة جدا ومطمئنة، ان هو حتى بعد ما هتشتري العربية لسه احنا معاك and we support you to the max. فده كله كانت حاجة لذيذة جدا، ان هو احنا مكملين معاك في السبورت. فدي كانت من الحاجات القوية جدا في سلندر بالنسبة لي. لما استلمت العربية ما كانش في حاجة محتاجة أي حاجة غير الحاجات اللي انتوا قايلين عليها، وكمان لما ظهر حاجة جديدة رجعت لسلندر فحلوا لي الموضوع على طول، وجبت العربية خلصوا لي الموضوع وأنا قاعد. استلمت العربية وهي مش محتاجة أي حاجة خالص أعملها، وهقدر أمشي بيها از يعني مش محتاج أعمل فيها أي حاجة. فكرة إن العربية متجددة دي حاجة بالنسبة لي مريحة، بدل ما هشتري عربية وهروح أشوفها محتاجة إيه، أنا بشتري العربية وهي كل حاجة فيها خلصانة. فطبعا كانت حاجة مريحة جدا بالنسبة لي. اكتشفت ان العربية محتاجة حاجة بعد فترة، ورجعت كلمت سلندر. الحقيقة كان الموضوع اسرع مما اتخيل. يعني قالوا لي تعالى دلوقتي، سبت لهم العربية، عملت شوية حاجات، استلمت العربية خلصانة فيها كل حاجة. انا عملت لكم ماركتنج يجنن. يعني في اليومين دول رشحت سلندر الاثنين، كنت بقول لهم ان دي اكسبيرينس لذيذة جدا سهلة. فده الحقيقة اللي عندكم، انا باجي بقعد، الموضوع سهل، بشتري العربية مش محتاج اكشف عليها تاني، ولو كشفت فهكشف على حاجة واحدة او حاجتين. الموضوع كله سهل، خدمة ما بعد البيع سهلة. حبيت أصور معاكم لأنكم لذاذ جدا، التيم كله كان لذيذ، طريقة التعامل لذيذة، الناس قريبة واللذاذ دي سلاح ذو حدين، علشان في ناس بتأوفر اللذاذة والموضوع بيبقى رخم. فانتوا لا الموضوع مرهق، يعني انتوا عندكم بالانس حلو قوي.